في سؤال يمكن بسيط لكن كل ما فكرت فيه حسيت إنه أكبر من أي إجابة. السؤال بيقول أنت مين لما محدش يكون شايفك؟ قبل ما أجاوبك على السؤال وقبل ما ندخل في الحلقة تعال أقول قبل ما نكمل الحلقة خليني أسألك سؤال. كم مرة دخلت تدور على منتج ولفيت بين 10 صفحات وفي الآخر خرجت من غير ما تشتري حاجة؟ مع متجر ترند الموضوع أبسط من كده بكتير، سواء بتدور على ملابس أو أدوات منزل أو إكسسوارات أو منتجات للعناية الشخصية أو غيرها، هتلاقي تشكيلة كبيرة بتتحدث باستمرار، والأهم التوصيل متاح لكل محافظات مصر. يعني مهما كنت فين طلبك هيوصل لحد باب بيتك. هتلاقي رابط المتجر في وصف الفيديو وأول تعليق مثبت. متجر ترند كل اللي محتاجه في مكان واحد. ويلا بينا نرجع الحلقة. انت مين لما محدش يكون شايفك؟ استنى ما تجاوبش بسرعة لأننا طول عمرنا متعودين نجاوب الناس، لكن قليل جدا لما نجاوب نفسنا. كل واحد فينا عنده حياة الناس شايفاها وعنده حياة محدش يعرف عنها حاجة. في كلام بيتقال قدام الناس وكلام ما بيتقالش غير وانت لوحدك. في تصرفات بنعملها عشان الناس موجودة وتصرفات تانية بنختارها لما الأبواب تتقفل. يمكن عشان كده السر ليه طعم مختلف، لأن السر مش بيختبر صورتك، السر بيختبر ضميرك. خليني أحكي لك موقف. تخيل إنك ماشي في شارع لقيت محفظة فيها فلوس، بصيت حواليك ما لقيتش حد ولا كاميرات ولا حد هيعرف إنك أخدتها. في اللحظة دي مين اللي هيقرر؟ القانون؟ لأ. الناس؟ لأ. اللي هيقرر هو الشخص اللي جواك. ده يمكن أصعب امتحان، لأن مفيش حد هيسقف لك لو عملت الصح، مفيش حد هيلومك لو عملت الغلط. يمكن عشان كده الأعمال اللي بتتعمل في السر لها مكانة خاصة في الإسلام، مش لأن الناس وحشة، لكن لأن الإنسان بطبعه بيحب تقدير، بيحب يسمع برافو، أحسنت، ربنا يبارك لك. وده احتياج إنساني، مفيش مشكلة فيه. المشكلة لما يبقى هو السبب الوحيد اللي بيخلينا نعمل الخير. وأنا بقرأ في التراث لفت نظري إن العلماء كانوا دايما يتكلموا عن حاجة اسمها الإخلاص، وكانوا يعتبروا إن الإخلاص مش معناه إن الناس ما تعرفش الخير اللي عملته، لكن معناه إنك لو الناس كلها اختفت هتفضل تعمل الخير، ولو الناس كلها شافتك قلبك هيفضل زي ما هو. وده يمكن أصعب بكتير مما إحنا متخيلين، لأن الإنسان بطبعه بيتأثر بنظرة الناس. يمكن يلبس بشكل معين أو يتكلم بطريقة معينة أو حتى يعمل حاجات كويسة عشان يحافظ على صورته، وده طبيعي. لكن السؤال في الحد الفاصل بين إنك تحترم نظرة الناس وبين إنك تعيش عشان نظرة الناس. في علم النفس في فكرة بتقول إن الإنسان عنده ميل طبيعي إنه يقدم أفضل صورة عن نفسه قدام الآخرين، وده شيء مفهوم. إحنا كلنا بنحب الناس تشوفنا بالجانب الكويس، لكن الحياة بتسألنا سؤال تاني. الصورة اللي الناس شايفاها هل هي قريبة من حقيقتك ولا في مسافة كبيرة ما بينهم؟ يمكن الفرق بين السر والعلن مش إن واحد فيهم صح والتاني غلط، يمكن الفرق إن السر هو المكان اللي الإنسان بيقابل فيه نفسه من غير جمهور ومن غير ما حد يسقف له ومن غير خوف من كلام الناس. وده بيخلينا ندخل على سؤال أصعب: هل الإنسان فعلا يقدر يكون مخلص طول الوقت، ولا كلنا بنصارع الرغبة إن الناس تشوفنا بصورة معينة؟ وده اللي هنحاول نفهمه. خليني أسألك سؤال: لو عملت عمل خير محدش عارف بيه، هتحس بنفس الرضا ولا جزء جواك هيقول يا ريت حد كان يعرف؟ ما تخافش من السؤال لأنه سؤال إنسان. مفيش حد فينا يقدر يقول إنه عمره ما حس بالإحساس ده. كلنا بنحب التقدير، بنحب كلمة شكرا، ربنا يجازيك خير، أنت إنسان محترم. وده طبيعي لأن الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي، بيفرح لما الناس تقدر مجهوده. لكن في فرق كبير بين إنك تفرح بالتقدير وبين إن التقدير يبقى هو سبب الفعل، وده الفرق اللي ساعات يبقى صعب للحظة. وأنا بقرأ في علم النفس شدتني فكرة بسيطة إن كل إنسان تقريبا عنده رغبة إنه يسيب انطباع كويس قدام الناس، يلبس كويس، يتكلم كويس، يتصرف كويس. وده مش نفاق، ده جزء طبيعي من الحياة. إحنا بنعيش وسط مجتمع، من الطبيعي نهتم بالصورة اللي الناس شايفانا بيها. لكن السؤال إمتى الصورة تبقى أهم من الحقيقة؟
الفيلسوف والطبيب النفسي كارل يونغ كان بيتكلم عن فكرة سماها القناع. مش القناع اللي بنلبسه على وشنا، لأ، قناع معنوي، الشخصية اللي بنقدمها للناس. كل واحد فينا عنده قناع، في الشغل، في البيت، مع أصحابه، وده في حد ذاته مش غلط. المشكلة لما الإنسان يقضي عمره كله بيهتم بالقناع وينسى الوجه اللي تحته. خليني أحكي لك على شابين، الاتنين دخلوا مسجد، الاتنين صلوا، الاتنين خرجوا من بره المشهد واحد، لكن من جوه ممكن يكون مختلف تماما. واحد دخل لأنه محتاج يقرب من ربنا، والتاني دخل لأنه كان خايف حد يشوفه معداش على المسجد. احنا من بره مش هنقدر نفرق، ولا مطلوب مننا نفرق، لأن النية مكانها مش عند الناس، مكانها بين الإنسان ورب. ودي يمكن من أجمل المعاني في الدين، إن في أعمال قيمتها حقيقية، مش في اللي الناس شافته، لكن في اللي القلب قصده. عشان كده كان في ناس تحاول تخفي الخير أكتر ما تقدر، مش كراهية في المدح، لكن خوفا إن المدح يسرق من القلب حاجة كان نفسه يحافظ عليها. عارف إيه المشكلة؟ إن السوشيال ميديا خلت حياتنا كلها تقريبا إعلانية. الأكل بتصور، السفر بتصور، النجاح بتصور، حتى لحظات الخير أوقات بتتصور. ومن هنا مش هقول إن كل اللي بينشره خير غلط، لأ، أوقات نشر الخير يشجع غيره، وده شيء جميل. لكن السؤال الحقيقي، لو الكاميرا اختفت، هل الفعل هيفضل موجود؟ يمكن السؤال ده هو أصعب سؤال في الحلقة كلها، لأن محدش هيجاوب عليه غيرك. مرة واحد قال حكمة عجبتني، قال: الاستقامة الحقيقية هي إنك تبقى نفس الشخص، سواء الناس بصت عليه أو لأ. الجملة دي خلتنا نفكر قد إيه من قراراتنا بناخدها عشان ضميرنا، وقد إيه منها بناخدها عشان صورتنا. يمكن مفيش إنسان كامل، وكلنا جوانا صراع، مرة نخلص النية، ومرة ندور على التقدير، مرة نعمل الخير لله، ومرة نفرح إن الناس شافت. وده الصراع هيفضل موجود، لكن الجميل إن الإنسان بيفضل يراجع قلبه، مش عشان يجلد نفسه، لكن عشان يفضل فاكر هو بدأ الطريق ده ليه. في الفصل الأخير مش هنسأل إيه الصح وإيه الغلط، هنسأل سؤال مختلف. لو محدش في الدنيا كلها هيعرف عنك أي عمل عملته، هتفضل تعمله، ولا الإنسان محتاج حد يشوفه عشان يكمل؟ نكمل كلامنا بهدوء. عارف، وأنا بكتب الحلقة دي افتكرت سؤال فضل يطاردني فترة طويلة: هو الإنسان يتبني من الحاجات اللي الناس شافتها فيه، ولا من الحاجات اللي محدش شافها؟ تخيل معايا اتنين، الأول وقف بيساعد الناس والكل بيشكره والكل بيديله والكل بيقوله ما شاء الله، والتاني يمكن عمل نفس الخير لكن محدش عرف، ولا حد شكره، ولا حتى حد قاله كلمة حلوة. مين فيهم أفضل؟ أنا معرفش وأنت متعرفش، لأن دي منطقة ربنا واخد يعلمها. وده يمكن من أجمل المعاني اللي لازم نفتكرها، إننا عمرنا ما هنقدر نحكم على اللي في القلوب، ولا مطلوب مننا أصلا نحكم. يمكن أكبر مشكلة في زماننا إننا بقينا بنشوف كل حاجة صور، فيديوهات، منشورات، ولأننا بنشوف كل حاجة افتكرنا إننا عرفنا كل حاجة. لكن الحقيقة إحنا عمرنا ما هنعرف الرحلة اللي بين الإنسان وربنا. ممكن شخص شكله عادي جدا لكن بينه وبين ربه صادق عظيم. ممكن شخص الناس كلها بتمدحه، وهو كل يوم بيجاهد نفسه عشان يخلص نيته. ممكن العكس، احنا ما نعرفش. عشان كده يمكن أحسن حاجة يعملها الإنسان إنه ينشغل بنفسه. عارف إيه اللي شدني وأنا بقرأ؟ إن كتير من العلماء كانوا بيقولوا إن أصعب معركة ياخدها الإنسان مش مع الناس، لكن مع قلبه، لأن القلب بيتقلب، مرة يخلص، مرة يطلب المدح، مرة يطلب التواضع، مرة يعجبه نفسه. ودي طبيعة بشرية، مش معناها إن الإنسان سيء، لكن معناها إنه محتاج يراجع نفسه. وفي حياتنا اليومية إحنا بنعمل حاجات كتير محدش بيشوفها. في موظف بيرفض ياخد حاجة مش من حقه، محدش هيعرف لو أخدها. في بنت بتحافظ على أخلاقها رغم إن محدش بيراقبها. في شاب بيرجع حق الحد وكان يقدر يخفيه. وفي أم بتدعي لأولادها كل ليلة ومحدش سامع الدعاء ده. كل الحاجات دي يمكن الناس ما تعرفهاش، لكن ده مش معناه إنها صغيرة، يمكن دي هي أكبر الحاجات. أوقات بنفتكر إن القيمة في اللي الناس بتشوفه، لكن يمكن القيمة الحقيقية في اللي محدش شافه غير ربنا. وده يخليني أسألك سؤال: لو خير عملته ومحدش عرف بيه أبدا، هل هيقل في نظرك؟ ولو معصية عملتها ومحدش عرفها،
هل هتبقى سهلة؟ السؤالين دول يمكن هما ميزان الإنسان مع نفسه، مش عشان نحكم نفسنا لكن عشان نفهمها. أنا مش بطلب منك بعد الحلقة دي تبقى إنسان مختلف ولا أقولك راجع كل خطوة، لكن يمكن كل واحد فينا محتاج من وقت للتاني يقفل الباب ويقعد مع نفسه 5 دقايق، مش عشان يلومها لكن عشان يسألها بهدوء. بهدوء، أنا بعمل اللي بعمله عشان مين؟ ولو السؤال ده فضل معاك يمكن يغير حاجات كتيرة من غير ما تحس. وفي نهاية الحلقة أحب أسيبك بالجملة اللي بدأت منها رحلتنا، مش كحكم ولا كشعار لكن كسؤال كل واحد يجاوب عليه بينه وبين نفسه. اللي بينك وبين ربنا في السر أهم بكتير من اللي بينك وبين ربنا في العلن. يمكن السر هو المكان الوحيد اللي الإنسان يقدر يكون فيه صادق بالكامل، مش لأن الناس مش موجودة لكن لأن مفيش حد تحتاج تمثل قدامه. أسأل الله أن يرزقنا جميعا الإخلاص في السر والعلن، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. وقبل ما نمشي خلينا ندعي سوا: اللهم أصلح قلوبنا قبل أعمالنا، وأصلح سرنا قبل ظواهرنا. اللهم أجعل خير أعمالنا ما كان خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعلنا ممن يبحثون عن رضا الناس وينسون رضاك. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والإخلاص في العمل والإخلاص في النية. وإذا مدحنا الناس فلا تجعل المدح يغير قلوبنا، وإذا لم يرانا أحد فاجعلنا كما تحب أن نكون. اللهم اغفر لنا ما أخفيناه وما أعلناه وما علمناه وما جهلناه، واجعل بيننا وبينك سرا من الطاعة لا ينقطع، وسكينة في القلب لا يطفئها شيء، ونورا في الروح يقودنا إليك دائما. آمين يا رب العالمين.